السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا. ادي غلطة الخراط يا عم. شايف العلامة دي؟ ده ايه؟ دي الصباب بدأ يخبط. طبعا الخراط عمل ايه؟ زود القعدة دي. المكنة 2011، الموديلات اللي هي ال 2011 اللي هي فوق ال 2010. سيادته بيتفاتك الخراط ويرفع القعدة براحته في دماغه بقى الميكانيكي، يحل يربط يعمل. طبعا انت التقسيمة مرتبطة بارتفاع الصباب في القعدة. طبعا انت ظبطت التقسيمه بتاعتك، الصباب بدأ يصد في البستم، قابل البستم. حاولت اظبط واوريكم طبعا القعده ان شاء الله. دلوقتي خليك معايا في الفيديو للاخر، ويا ريت اشتراك او لايك اللي يشوف الفيديو ويقتنع بالكلام يعني. دي انا علامه حرف الصباب اهي. ده الصباب يعني الحمد لله خدت بالي من الصوت وانا شغال، وبدات ان انا ايه ابطل المكنه. بس كانت خبطت خبطتين وثلاثه هي معلمه لي في البستم اثناء التشغيل. ليه بقى؟ لان هو الخراطه اللي اتفاتك شويه وراح مزود. احنا مع بعض اهو ماشيين. ادي يا سيدي الصباب، شايف الصباب ده اللي هو صباب السحب عالي في القعده ازاي؟ واضح ان هو عالي. طبعا التاني ساقط في القعده. بالتالي الصباب ده انت لازم تيجي تاخد الخروج بتاعه، هتنزل وراه بالمسمار. هتنزل هتبدا تقابل الايه القعده قبل ميعادها. وده طبعا بيأثر على الصباب. شايف الكربون ده مسافة التليين بس، مسافة ملاييننا بس. طبعا هنضطر نرجع تاني نروح لخراط تاني يكون يعني بيفهم شوية ويبدأ يعمل لنا اللي احنا عايزينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. اشتراك ولايك ودعم في القناة علشان احنا عايزين نوصل ل 3000 مشترك ان شاء الله في فترة قريبة ان شاء الله. ونتمنى ان انتم تستمتعوا بالفيديو والفكرة تكون وصلت. طبعا المكنة دي عاملة عمرة كاملة فوق وتحت، ونتيجة إن الأفندي رفع القعدة خلى الصباب بدأ يقابل البستم في ميعاد التقسيم. ودي طبعا بتبقى فتاكة شوية من من الخراط يعني. ما هو مش عارف حاجة، مش هيحس عليه حاجة إن تحل وتربط تاني. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا وأحبابنا نتمنى لهم كل خير في التكاتك.